النهارده هنتعرف على احدث موبايل في الفئه الاقتصاديه من شركه ريلمي، وهو الريلمي سي 85 برو. ولو انت خدت بالك ان دي اول مره كلمه برو تبقى موجوده في سلسله السي من ريلمي، وده اللي خلاني انا اعمل مراجعه عن الموبايل تفصيليه نعرف فيها هو ليه بقى اسمه برو. هل فعلا بقى في اختلاف عن بقيه الموبايلات اللي في سلسله السي يخليه ان هو يتقال عليه برو بيقدم قيمه حلوه مقابل السعر ولا لا؟ كل الكلام ده هنشوفه النهارده. بس قبل ما نبدا ما تنسانيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجي لك فيديوهاتنا كلها اول باول. ويلا بينا نبدا على طول. لو انت شايف ان صوتي متغير ولا حاجه فمعلش اعذرني عشان ده برد، ادعي لي ان انا اقوم بالسلامه لان هو مطول معايا من اول ما الشتا جه مش عارف ليه، فخير باذن الله ان شاء الله. كلمه برو اللي موجوده دي فانا عايز اقول لك ان هو في حاجات مميزات كده في البدايه عايز اقولها لك قبل ما نخش في التفاصيل بتاعتها مخليه ان الموبايل ده يتقال عليه برو. واول حاجه هنتكلم عليها هو التصميم. تصميم الموبايل ده زي بقيه التصاميم او بنفس الماتيريال بتاع تصميم السي اللي موجود من ريلمي، وهو البلاستيك برده نفس الكلام. هنا الموبايل هنا وزنه 205 جرام وكمان السمك بتاعه 8.1 مللي، يعني كمان السمك بتاعه مش رفيع، هو من السمكات اللي هي زي الايفون، عامله نفس الشكل العصري بتاع الايفون، فهو مش خفيف ومش رفيع. ولكن الشكل بتاع الموبايل شكله حلو جدا والوانه كمان جميله جدا. ده غير كمان ان في تكستشرز كده موجوده على الظهر ذات نفسه مخليه الموبايل اصلا فيه مميزين. ان اول ميزه شكله حلو جدا ومسكته حتى كمان هي بريميوم، يعني ماتيريال البلاستيك مش وحشه، لا ماتيريال جميله. الحاجه الثانيه ان هو كمان مش بيبصم ومش يعني مش بيجمع اتربه كتير، ودي حاجه برده حلوه. والحاجه الثانيه برده ان الكاميرات ذات نفسها، عدسات الكاميرات نفسها ما فيهاش بروز طالع عن الدائريه والحافه الدائريه بتاعت الكاميرات نفسها، وبرده النافذه بتاعت الكاميرات نفسها البروز بتاعها عن الظهر نفسه مش كبير كمان. فيعني الموبايل ده لو انت حطيته بدون جراب فما تخافش منه لانه مش هيتكسر معاك، لان حرفيا يعني العدسات بايته جوه النافذه، ما تقلقش من الحوار الكسر والحاجات دي كلها. والنافذه الكاميرات دي زي ما انت ما شايف كده، انت المفروض عندك 3 كاميرات ولكن هم في الاخر هي كاميرا واحده وفي كاميرا ثانيه للفريكلينج، فهي ملهاش لازمه يعتبر، والكاميرا الثالثه دي منظر. ولو انت خدت بالك هنا هتلاقي ان في لمبه دائريه مع الفلاش بتنور ار جي بي مع التنبيهات والمكالمات والاشعارات، وتقدر تتحكم فيها من الاعدادات من جوه. ولكن الحاجه المميزه في الموبايل مش فكره ان التصميم بتاعه شكله لذيذ، الصراحه هو التصميم حلو، ولكن كمان ان الموبايل هنا مقاوم للميه والغبار بمعيار الاي بي 68 و69، وده اقوى معيار موجود في الموبايلات الفئه الاقتصاديه لغايه دلوقتي. ينزل تحت عمق متر ونص تحت الميه عادي جدا، وتقدر ان انت تغوص وتعوم بيه براحتك عادي، يعني بيستحمل ضغط الميه القوي. والموبايل كمان في ميزه حلوه ان هو بيقدر يستحمل كل درجات الميه سواء بقى بالماينس ولا حتى بالزياده. يعني الموبايل ده لو انت حطيت عليه ميه سخنه مغليه عادي جدا هيقدر يسد معاك، ونفس الكلام لو اتحط في ميه متلجه. ولو وقع عليه مثلا شاي ولا قهوه بالغلط، مثلا حد وقعه لك وانت قاعد مع صحابك في القهوه او اي حاجه، برضه يقدر ان هو يسد معاك ويستحمل مفيش اي مشكله. فمن ناحيه الحمايه الموبايل ده ممتاز جدا في ناحيه الحمايه، حتى كمان ان هو مقاوم للصدمات والخبطات، يعني برضه لو وقع منك مش هيحصل له حاجه. تعالى برضه نتكلم عن شاشه الموبايل اللي موجوده. شاشه اموليد 6.8 مللي في 344 في 1080 بكسل بكثافه بكسلات 380 بكسل لكل بوصه، رقم كويس مش مقبول قوي ومش واو قوي، والله نفس المعنى. 120 هرتز بيوصل السطوع بتاعها في اشعه الشمس لغايه ال 4000 نتس، وده رقم كبير جدا في الفئه الاقتصاديه، ولكن البيك بتاعها هو 1200، وما زال برضه ال 1200 كويس بيبان في اشعه الشمس. وهنا يجي لنا كمان كلمه برو. ليه هم قالوا على الموبايل برو؟ ان هو برضه اول مره يحطوا في سلسله السي شاشه من نوع الاموليد، فبرضه دي نقطه حلوه. والموبايل هنا البصمه فيه داخل الشاشه سريعه جدا، وكمان في خاصيه الاولويز اون ديسبلاي، ولكن الاولويز اون ديسبلاي بتقعد يعني تقريبا دقيقه ولا حاجه وبعد كده بتفصل على طول، يعني اللي هو يا دوبك انت تاخد خطفه سريعه كده تشوف منها الساعه والتوقيت والحاجات دي كلها. ولكن انتوا بتقولوا على الموبايل برو، في حاجات فعلا برو موجوده، ولكن برضه في نفس الوقت في حاجات لازم تكون موجوده حتى لو الموبايل مش برو، زي ان الموبايل هنا ما فيهوش خاصيه الان اف سي، ودي حاجه لازم تكون موجوده في كل الموبايلات مهما كان سعرها، لازم تكون موجوده في 2026. الحاجه الثانيه برضه ان الموبايل هنا ما فيهوش مايك اضافي، ودي برضه حاجه المفروض ان هي تكون موجوده، ودي مش مميزات زياده انت بتحطها اللي هو تاتشات، لا دي المفروض تبقى من الاساسيات. فده بالنسبه لي عيب وحش في الموبايل. الموبايل بيجي كمان بنسخه 256 جيجا 8 جيجا رام من نوع اليو اف اس 2.2، وزي ما انا قلت لك بالنسبه لي اي موبايل بحترمه لما بيجي يبدا ب 8 جيجا رام او 6 جيجا رام برده كويس قوي بالنسبه لي، بس ال 8 جيجا كده شابوه الصراحه. ده غير كمان ان الموبايل تقدر ان انت تزود له ميموري كارت خارجي. الموبايل برده هنا الصوت بتاعه هو صوت مش ستيريو، ودي برده حاجه موجوده في الفئه الاقتصاديه، معظم الموبايلات الفئه الاقتصاديه معظمها جايه الصوت ستيريو، لكن هنا الصوت مونو مش ستيريو. ده غير كمان ان المفروض انت عندك هنا ميزه ان انت تخليه يوصل لغايه 400%، ولكن لما بيتوصلوا ل 400% الصوت بيبقى ديستورشن جدا، الصوت بيبقى حاد، صوت كل حاجه بتسمعها تحس ان هي حاده، الاصوات داخله في بعض، الصوت مش بيبقى واضح خالص الصراحه. فهي 100% ال 400% دي لو انت عايز دوشه وخلاص. ولكن الحمد لله سانكس جد الموبايل هنا فيه سنسور تقارب حقيقي، فهو مش هيقعد بقى يظهر لما تيجي تشيله من على ودانك والحاجات دي كلها. والشبكات الاتصال اللي موجوده هنا في الموبايل ممتازه. تعالى برضو نتكلم عن المعالج بتاع الموبايل ده. هو معالج
قديم شويه. المعالج هو سناب دراجون 685 بمعماريه 6 نانومتر، ومعالج رسومي 610. المعالج الرسومي انا ما اعرفش هل المعالج ده يقدر ان هو ياخد ال 710، كنت هقول على الاقل حلو قوي والدنيا هتبقى ممتازه و100 فل و10، بس ما اعرفش هل ينفع اصلا ان هو كان يتحط عليه المعالج ده، ولا كان هيبقى اسمها ايه دي بقى عنق الزجاجه في الموبايل والحاجات دي كلها، ما اعرفش. بس الموبايل هو قديم، مش احسن حاجه موجوده في الفئه الاقتصاديه، في حاجات احسن منه، ولكن اللي غريب ان الموبايل لو اتحط مع موبايلات تانية قويه زي السامسونج اي 26 هتلاقي ان هو قادر ان هو في تجربه فتح التطبيقات يسد معاه شغال كويس، لا فيها في بعض الحاجات قادر ان هو يفتح معاه كويس قوي. فدي حاجه مخليه السوفت وير بتاع ريلمي تحسسك ان الموبايل فعلا سلس اكتر من اللي انت تقول يا جماعه هو دي ازاي السلاسه موجوده في المعالج ده المفروض ان هو يكون ابطا. فالسوفت وير هنا بتاع ريلمي لذيذ، مخلي الموبايل سلس، خلي الموبايل ما تحسش ان انت فعلا حاطط المعالج ده. فالموبايل كاستخدام يومي هيبقى ممتاز معاك ومش هتحس باي بجات ولا اي حاجه. بالعكس ده انت كمان لو بصيت على موبايلات تانية مثلا زي الريلمي 15 او موبايلات مثلا زي شاومي هتلاقي ان مثلا الريلمي بيفتح عنه، مع ان الريلمي او الريدمي موجود فيه معالج اقوى. وخد بالك هو ده نفس المعالج اللي كان موجود في الريلمي 12 وكمان الفيفو في 60. فهو مش معالج وحش، ولكن انا بقول لك ان هو معالج قديم. ولو جينا قارنا زي ما انا ما قلت لك على الريدمي 15 هتلاقي ان الريدمي 15 بيفتح ابطا من المعالج بتاع الريلمي، لان السوفت وير بتاع الريلمي في الموبايل ده قادر ان هو يعمل كاستمايز حلو، عارف ان هو يديك ايه التجربه الكامله، يديك اقصى تجربه منه، مريح المعالج حرفيا. والمعالج هنا يقدر يشغل لك ببجي موبايل على 60 فريم بس طبعا على اقل اعدادات، و60 فريم المفروض هتبقى مستقره. انا ما اعرفش بقى الصراحه مع تجربه الاستخدام الطويل بقى في الالعاب، يعني تلعب مثلا ساعه ساعتين هل هيبقى في دروب فريم، هل الفريمات هتقع منك، الحاجات دي كلها دي ما اعرفهاش الصراحه. ولكن الحاجه المميزه اللي موجوده في معالجات كوالكوم عامه ان المعالج ده ما بيخليش ان الموبايل يسخن معاك مع فتره الاستخدام الطويل او في الالعاب. هنا بيبقى التبريد ممتاز والتبريد كويس فمش هتحس باي تاثير. ولكن لو احنا بنيجي نتكلم على موبايل في الفئه الاقتصاديه يعتبر هو في اواخر، يعني هو بيلمس مع الفئه المتوسطه، لا في موبايلات ارخص منه بيجي لك بمعالجه قويه. ولكن الموبايل هنا بيجي لك ببطاريه قويه جدا وهي 7000 ملي امبير مع سرعه شحن 45 واط، والكلام ده كله موجود في العلبه. والموبايل كمان بيقدر يشحن شحن عكسي 10 واط، والموبايل تقدر تستخدمه كباور بانك اللي انت تشحن بيه اي حاجه ثانيه. وطبعا بال 7000 ملي امبير الموبايل ده يقدر يقعد معاك يومين عادي وثلاثه لو انت استخدامك بسيط قوي عادي، ودي حاجه ممتازه جدا. والريدمي 15 كان برضه بيجي ب 7000 ملي امبير. وتعالى بقى نتكلم عن كاميرات الموبايل اللي هنا الصراحه الكاميرات مبهره بغض النظر عن الارقام بتاعتها. طبعا انا قلت لك ان هي يعتبر كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8، دي الكاميرا اللي بتعمل كل حاجه. ولكن قبل ما اقول لك التصوير بتاعه عامل ازاي والحاجات دي كلها، انا عايز اقول لك ان التصوير فعلا لو احنا بنبص على موبايلات مثلا زي السامسونج اي 26 هتلاقي ان الريلمي الصور بتاعته حلوه قوي. دايما الريلمي والاوبو الصور بتاعتها بتبقى حلوه مقارنه بالارقام بتاعتها بتبقى جباره. يعني انت ممكن تلاقي مثلا 50 ميجا بكسل او ارقام قليله تقول دي هتبقى كاميرا وحشه، ولكن في الاخر بتلاقي ان المعالجه بتاعت الصور حلوه جدا وبتقدر تنافس كمان موبايلات في فئه اعلى منها. ودي حاجه مبهره دايما في شركه اوبو عامه او ريلمي، سواء بقى دي او دي، دايما بتبقى الكاميرات بتاعتها بنسبه كبيره ممتازه. والصور الصراحه اللي بتأدي هنا صور عالميه، صور جميله جدا تقدر ان انا اقول لك عليها لا دي ممكن تكون صور في الفئه الاقتصاديه عالميه جدا تقدر ان انت تعتمد عليها. الفكره بس في الكاميرا السيلفي هي الصراحه وحشه مش حلوه ومش احسن حاجه في الفئه الاقتصاديه. الكاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه اكيد اف 2.0 فهي مش افضل حاجه. السكين تون بتاعك مش افضل، على الاقل السكين تون لو مظبوط بيخلي الصوره حلوه، لكن هنا برضو السكين تون مش افضل حاجه برضه. هنا كمان الحاجه الثانيه اللي انا عايز اعلق عليها في التصوير الفيديوهات، الموبايل هنا بيصور 1080 بس مفيش بقى 2K مفيش الكلام ده كله. وحتى كمان هنا 1080 30 فريم مش 60، دي برضو حاجه لا في موبايلات ثانيه كانت بتصور 2K زي الانفينكس نوت 6 برو بنفس السعر وارخص منه كان بيتصور عادي جدا. فدي برضو حاجه بسبب المعالج اللي موجود. وطبعا الاي اي موجود هنا في الموبايل بشكل كويس وتقدر ان انت تكلمه بالعربي بصوتك كمان ويقعد يرد عليك، ويقدر ان هو كمان يعمل لك تعديل على الصور، مش اللي هو مثلا انت تعمل بقى ايه التعديل تقعد تحدد على الحاجه المعينه، لا انت ممكن تيجي تقول له انا عايز مثلا اشيل حاجه معينه في الصوره، عايز اشيل الشخص اللي ورايا ولا الاشخاص اللي ورايا، بيقدر ان هو يحددهم ويشيلهم، والصراحه بيبقى النتيجه بتاعته كويسه. وبص انا هجمع لك بقى كل العيوب بتاعه الموبايل في حاجه واحده وفي الاخر هقول لك رايي عن الموبايل. اول حاجه طبعا الموبايل ما فيهوش مدخل سماعه 3.5 مللي، معالج الموبايل بغض النظر ان هو بيدي 60 فريم زي كل الموبايلات اللي في الفئه الاقتصاديه، ولكن برضه احنا لازم نقول ان ده معالج قديم مش احدث حاجه، فده ممكن مع الاستخدام اللي قدام او التطورات بقى ممكن ما يقدرش يسد معاك قدام. الحاجه الثانيه طبعا دي من الحاجات المهمه جدا اللي انا متضايق منها انه ما فيهوش خاصيه الان اف سي، والمايك الاضافي كمان مش موجود، وكمان الصوت بتاع الموبايل صوت مونو مع ان الموبايلات كلها جايه بصوت ستيريو، حتى لو الصوت الاستيريو ضعيف بس صوت الاستيريو واضح وكويس وعلى الاقل موجود، ده بيديك نقاء للصوت احسن حتى لو كمان ضعيف. وكمان الحاجه الثانيه ان تصوير الفيديوهات هنا حتى مش 4K، يا عم خليه على الاقل 1080 60 فريم، بس هنا للاسف هو 1080 بس 30 فريم كمان. والكاميرا السيلفي مش افضل حاجه. التجميع اللي انا قلتها لك دي كلها انا بالنسبه لي الموبايل لا هو كنسخه برو، لا هو عن سلسله السي لو هنيجي نقارن بموبايلات سلسله السي ده افضل واحد فيهم في سلسله السي، على الاقل بيجيب لك
شاشه اموليد وشاشه كبيره ومعالج كمان كويس جدا. فلو احنا والموبايل كمان ضد الصدمات، دي حاجه مهمه جدا. الموبايل ده يعني حرفيا لو انت واحد بقى شغلك بره ممكن يقع منك او حاجه، فالموبايل ده مش هيقع منك ويتكسر عادي، لا الموبايل ده حمال اساسيه، الموبايل ده هيبقى ممتاز جدا معاك. ففكره ان المعالج ضعيف شويه ولا لا، السوفت وير هيقدر ان هو يغطي على الكلام ده كله. الموبايل هنا السوفت وير بتاعه سلس جدا، فمش هتحس بيه باي مشاكل. فدي برضو النقطه اللي انت لازم تاخد بالك منها. وطبعا الحاجه الجميله ان الموبايل هنا بيجي بضمان محلي بسعر ال 12000 جنيه. الموبايل هتلاقيه بدون بقى ضرايب والحاجات دي كلها موجود في مصر بشكل رسمي. وبس كده، انا عايز بقى اعرف منك انت ايه رايك في الموبايل. اكتب تحت في الكومنتات هل الموبايل ده فعلا يستحق في السعر ويستحق عليه كلمه برو ولا لا. واستنى فيديوهات تانيه كتير ان شاء الله. كان معاكم عمر هاني، في امان الله.